فيديو النهاردة بقى وصفة ليها كده معزة خاصة في كل قلوبنا. الحجازية الاسكندراني الجميلة الخفيفة اللي هتاكلي حاجة حلوة وفي نفس الوقت مش هتطخنك لانها خفيفة، ما فيهاش ولا عسل ولا شربات ولا اي حاجة ممكن تكون بتطخن. مكوناتها سهلة جدا، هتعمليها في اقل من 5 دقايق في البيت وهتطلع ناجحة 100% ومرملة وطرية ومش هتنشف لتاني يوم او لو قعدت عندك اسبوع. هجيب هنا باكو خميرة فورية، اي نوع خميرة، بس انا بحب نوع دريم لانه بصراحة دايما ناجح ودايما ما بيخيبش معايا. هحط عليها معلقة سكر وهحط عليها نص كوباية مية دافية، مش سخنة، مية دافية، ودي بتبقى زي اختبار للخميرة. انا كانت المية شوية سخنة معايا، بس هو الافضل تبقى دافية. وهقلبها كويس جدا وهغطيها وهسيبها على جنب لغاية ما اشوف نتيجة التخمير دي ايه. يعني هي بتاخد حوالي 5 دقايق. وهنا عندي حوالي كوبايتين من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، وكوبايتين من الدقيق الابيض، ويكونوا منخولين كويس جدا زي ما اتعودنا في المخبوزات. وهحط رشة فانيليا حلوة وحوالي نص كوباية سكر. بس انا مش هعمل حاجة تاني خالص. ومجرد كوباية زيت هحط نص في نص، وهحاول ان انا اخلطهم واخلي المادة الدهنية تخش كويس جدا في المكونات. بصوا مكوناتها بسيطة ازاي. طبعا انا عايزة تكون النتيجة عندي مرملة، عايزة يكون كأن كده رملة، كأن حبات رملة المبلولة. عارفين الرملة بتبقى مبلولة؟ انا عايزة الاحساس ده اللي اوصل له. اخلي بقى المادة الدهنية تتغلغل جوه كويس جدا. كملت بقى كوبايه الزيت اللي قايله لكم عليها، وهخليها كده بقى ايه، تتغلغل جوه. عايزه بايديكي اوكي، عايزه بمضرب اوكي. وهنا حطيت الخميره، شفتوا ارتفعت ازاي، حوالي كوبايه ميه. انا كنت عامله كوبايه الخميره بنص كوبايه ميه، زودت عليها نص كمان. الحشوه بتاعتي بقى عباره عن كوبايه سكر، كوبايه دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسه، معلقه كاكاو، ومعلقه قرفه. وهقلب المكونات كويس جدا. ولو عندك سوداني في البيت دلعي وصفتك، ما عندكيش مش هيفرق كتير. عايزة تحطي مكسرات براحتك، مش عايزة برضو براحتك. واديكوا شايفين. وهجيب حوالي 4 معالق مية وهقلبهم في الخلطة بتاعتي دي عشان انا عايزاها برضو تديني النتيجة المرملة. هتلاقوا كده الوصفة غمقت شوية. في ايديكي تزودي الكاكاو او تقلليه، القرفة او تقلليها، بس هي القرفة لو زادت بتمرر. هنا هجيب صينية عندي هدهنها زيت كويس، وهقسم العجينة بتاعتي نصين. نص هفرده تحت واحاول اعمل سور للعجينة زي ما انتوا شايفين عشان الحشوة. ما تقلقوش السور ده هيختفي، بس عشان الحشوة ما تهربش مني. وهنا بحاول اساوي الحشوة كويس جدا، وهحط الطبقة التانية من العجينة. زي ما قلت لكم هي أسهل من السهولة وبتتباع بره بأرقام خزعبلية. الموضوع مش مستاهل في حاجة انت ممكن تعمليها في أقل من 10 دقايق في البيت. بعد ما عملناها كويس وضغطناها كويس، هحط النص التاني بتاع العجينة واحاول اسويها كويس، وابدا بالشوكه ان انا اخرمها او اعمل فيها اي شكل راحتك زي ما انت عايزه. وهحاول ان انا كمان اقطعها قبل ما ادخلها الفرن عشان اتاكد ان هي استوت كويس جدا والحراره تخش لكل اجزاء الصينيه. طب هدخلها على حراره كام؟ على حراره 180. واخر 5 دقايق، حوالي نص ساعه، اخر 5 دقايق واخر 10 دقايق بشغل الهوايه او بشغل الشوايه حسب ما ايه البوتاجاز بتاعك. انا البوتاجاز بتاعي فيه شوايه وفيه زرار مروحه بيعمل لي الهواء في الفرن كله، اللي هو البوتاجاز الفريش. ما عندكيش، اخر 10 دقايق في التسويه بتشغلي الشوايه عشان يدي تحميره صغيره للوش. طب هعرف ازاي ان هي استوت؟ هلاقي الاحرف احمرت، احرف الصينيه كده كلها احمرت. وهوريكي دلوقتي حالا النتيجه بعد تسويه بنص ساعه. خيال. بصوا الاحرف هنا احمرت شويه كده، خلاص. هتشوفي بقى شكلها بعد ما هديت. هقطعها، استني طبعا لما تهدى عشان لو طلعتيها دلوقتي هتلاقيها اتفرفتت لانها ناعمه جدا. هتستني بقى تبرد شويه حوالي نص ساعه، وابدأي بقى فرغيها وهي دافيه كده. حطيها لضيوفك مع كوبايه شاي بالنعناع واتفرجي على جمالها. هيشكروكي ازاي وهيبقوا طايرين من جمالها ازاي.
الوصفة دي من الوصفات اللذيذة الشتوية الجميلة اللي حلوة قوي وفيها قرفة. القرفة دي جميلة وبترفع معدلات الحرق، ومن الحاجات اللي بتنقي الجسم من السموم. أنصحكم تجربوها، صدقوني مقاديرها مظبوطة 100%. هستناكم كلكم تجربوها وتقولي طبعا عملتوا ايه في التعليقات. باي باي، واشوفكم في فيديو جديد وأكلة جديدة.